انا اتمنى من كل قلبي الزمالك السنه دي ياخد الدوري وياخد الكونفدراليه، بس من جوايا تخوف من مجلس ادارتي انا، ان انا لو خدت الدوري مع الكونفدراليه مجلس الاداره يشتغل كعادته اللي كان بيعملها قبل كده، يقول لك لا ده احنا واخدين دوري، ده احنا واخدين كونفدراليه في ظل الازمات دي، وما يشتغلش صح لمصلحه نادي الزمالك. ولا انا عبره في المجلس اللي قبله لما خدنا مع فريرة دوري وكاس، اعتمدوا على ان انت معاك مدرب جامد وان انت خدت دوري في ايقاف قيد و وجابوا لنا صفقات ما يعلم بها الا ربنا بنعاني منها لغايه دلوقتي، وما عرفناش نستغل التفكك اللي كان موجود الناحيه التانيه. فلا انت اتفككت اكتر وعملت مشاكل وعملت ازمات وضيعت على نفسك موسم في التاني في التالت في الرابع، وبنعيش توابع الموضوع ده لغايه دلوقتي. وجي مجلس اداره بعده بيعمل نفس الغلطات اللي عملها المجلس اللي قبله. فانا خوفي من رد فعل مجلس الاداره بتاعنا لما ناخد البطولتين دول، خايف من توابع ده والغرور والمناخير ترفع لفوق ويشوفوا نفسهم ويقول لك لا ده احنا لسه واخدين ده، ويتصرفوا بقى براحتهم. وده السؤال هسأله ليكم، هل تضمن ولو خدنا البطولتين دول ان مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي يتصرف صح فيما بعد؟ لان انت اقسم بالله مجلس الإدارة ده لو فكر يشتغل صح ويبعد عن الصراعات، والله ممكن السنة اللي جاية تاكل الأخضر واليابس عادي حرفيا. الناحية التانية في شياط وفي الدنيا والعة الناحية التانية، فتقدر تستغل ده، تقدر تستغل ده، تقدر تدوس عليهم الفترة الجاية، تقدر تدوس عليهم الفترة الجاية، بس لازم تشتغل صح.